هذا الذي سيقوله. هل يمكن أن يحضر معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندوة أو أمسية؟ هذه حصلت معي ذات مرة، وجهت إلي دعوة أمسية دينية في بلد اسمها كفور بالشاي. هلا هو يجيبك عن سؤال: هل يمكن أن النبي يحضر محاضرة أو درس؟ تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويذهب يحضر محاضرات عند الناس، ويقول هذا حصل معي، حصل معه هو، يعني النبي حضر محاضرة له. سيحكي لنا القصة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما بده يطلع من القبر راح يترك كل مشاكل الأمة ويروح يحضر محاضرة عندك؟ يعني حتى على العموم هذا اعتقاد الصوفية من أيام السيوطي، ويعني قبله بقليل وكذا، كانوا يقولون النبي يخرج من القبر ويلتقي به الناس وما شابه ذلك. وسبحان الله ما تجده إلا عند الصوفية هذا الموضوع، يعني ما يخرج النبي ليقيم الحجة على هؤلاء الذين ليسوا بصوفية، ما يخرج لهم، يخرج فقط للصوفية. ما خرج للصحابة، يخرج فقط للصوفية. ما يخرج للتابعين، يخرج للصوفية. فتنة خلق القرآن والإمام أحمد ما خرج لهم، يخرج للصوفية. حتى تعرف الموضوع كيف يأتي. ورحنا الجامع قبل المغرب. أول ما دخلت المسجد كان الوضع مختلف، في حاجة غريبة. وبعدين صليت بالناس المغرب كأني في الحرم مش في جامع عادي. وبعدين ألقيت الدرس كأني في الجنة. الجامع نور زيادة، مش النور بتاعنا، نور تاني خالص بجد والله. وصليت بالناس العشاء أنوار زايدة وحاجة ما أقدرش أحكيها لك يعني. فجيه واحد ما عرفوش ولا أول مرة يشوف، نادى على سيادة العميد أحمد عبد الفتاح. العميد أحمد كان هو اللي بينظم الأمسيات. قال له: أنا الحاج محمد من قنا، ما عنديش تلفزيون، ما عنديش إذاعة، ما أعرفش الدكتور أحمد عبد عوض، بس يوم السبت اللي فات نمت بعد صلاة الفجر. هو ما عنده تلفزيون ولا عنده إذاعة ولا يعرف أحمد عبد عوض، لكن عرف أنه أحمد عبد عوض يطلع على التلفزيون. كرامات. طيب، وذهب عمدا إلى سيادة العميد ليخبره بأنه ما يعرف الشيخ أحمد عبد عوض. قدم بهذه المقدمة لابد عشان تكون محبوكة. طيب، بس يوم السبت اللي فات نمت. يعني لا تلوموني على سوء الظن، ولكن بالله عليكم، واحد يقول النبي جاء وحضر له محاضرة في وقت الأمة أحوج ما تكون ليس فقط إلى النبي، أحوج ما تكون إلى عالم يبين لها أمر دينها، فالنبي يخرج من القبر مشان يروح يحضر عنده. يا جماعة، يعني لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخالف الحكمة. هذا الأمر لو كانت ممكنة، لو كان فعليا الواقع أنه يخرج من قبره ويروح، عيب يعني هذا الكلام أن يصدقه العقلاء. سنسمع القصة. كان هو اللي بينظم الأمسيات. قال له: أنا الحاج محمد من قنا، ما عنديش تلفزيون، ما عنديش إذاعة، ما أعرفش الدكتور أحمد عبد عوض، بس يوم السبت اللي فات نمت بعد صلاة الفجر فجاءني رسول الله وقال له: يا حاج محمد، يوم الخميس القادم في أمسية دينية في مسجد الإجابة في بلد اسمها كفور بالشاي. الحاج محمد بيقول: أول مرة أسمع هذا الاسم. هتروح هناك الأمسية وأنا يكون حاضر، واللي هيحضر أحمد عبد عوض، وذكر اسمي، وسأبقى في الأمسية حتى ينصرف أحمد عبد عوض. النبي صلى الله عليه وسلم وعد الزلمة هذا في أمسية أحمد عبد عوض. بصراحة من أول ما دخلت الجامع حسيت بسيدنا النبي وهو سيد الكل، حضر واستمع للدرس كاملا. كيف صليت برسول الله المغرب والعشاء أنا مش عارف بصراحة. أبو بكر الصديق الدمعة ما عم تطلع، صعب. حصلت معايا 3 مرات بعد كده، يعني مو محاضرة واحدة. يبدو أنه حاشا لرسول الله، يعني استفاد جدا من المحاضرة فبده يروح يعيد يكرر يسمع محاضرات أكثر. اتقوا الله في المسلمين يا جماعة، اتقوا الله.